في عربيه بتتكلم عن نفسها في الفخامه والتكنولوجيا الموجوده فيها والراحه اللي موجوده في العربيه. العربيه دي من العربيات دي عربيه مليان فيها راحه، تكنولوجيا، امان، فخامه، كل حاجه موجوده في العربيه. فده اختيار مثالي لعيله مثاليه عايزه حاجه تريحهم كلهم. معانا البايك الاكس 7، عربيه من احسن العربيات اللي موجوده في فئاتها، وكمان بالسعر اللي موجود بيها دلوقتي فالعربيه يعتبر منافسه جدا. العربية موجودة بثلاث فئات، أول فئة بمليون 380، تاني فئة بمليون 455، وتالت فئة بمليون 530 ألف جنيه. بداية كده هنتكلم عن تصميم العربية اللي واضح من أولها كده إن العربية انسيابية وشكلها لذيذ قوي، وكل حتة فيها متناسقة مع شكل العربية. بداية مع الإضاءة اللي موجودة هنا في العربية، الإضاءة موجودة هنا في العربية بشكل لذيذ جدا. هنا اللايت بار اللي موجود في العربية من قدام كل دي بتنور، شكلها حلو جدا. والدي لايتس اللي موجود تحت ده شكله لذيذ قوي. ولا عموما الشبكه من قدام او شكل المقدمه بتاعت العربيه من قدام تحسها مديك احساس العربيه الكهرباء الشيك اللي شكلها حلو، الانسيابيه اللي شكلها ما فيهوش اي حاجه ملعبكه، اللي شكلها كله متناسق مع بعضه مع الشبكه المتداخله مع بعض بالمنظر الجميل اللي انت شايفه هنا مع اللايت بار اللي موجود فوق. عموما الشكل من قدام شكل العربيه حلو جدا، مع كلمه بيجين اللي موجوده هنا شكلها برده حلو جدا، وهتتغير في الاشكال الجايه او في الموديلات الجايه بكلمه بايك. فعموما العربيه من قدام شكلها شيك، شكلها حلو جدا. حتى مع التصميم بتاع الجنط بتاع العربيه، جنط العربيه هنا متصمم بطريقه شيك جدا. جنط العربيه تصميمه تحفه مع الكروم اللي موجود فيه والبيانو بلاك اللي موجود في العربيه، التو تون اللي موجود في الجنط هنا شكله حلو جدا. الجنط هنا 19 بوصه 235 على 55، شكله حلو جدا وشكله متناسق جدا مع العربيه وشكله رياضي جدا. جنب العربيه كله ماشي بنفس التناسق اللي بنتكلم عليه ونفس الانسيابيه مع التو تون اللي موجود في العربيه كلها، والكروم اللي موجود هنا، الكروم اللي موجود في العربيه هنا، وخط الكروم اللي فاصل الجزء اللي تحت العربيه بالجزء اللي فوق، والاوكر المخفيه اللي بتدخل جوه وبتخرج كلها بشكل لذيذ جدا. لما تيجي تفتح العربيه حتى المرايه اللي باللون الاسود تحس ان الجزء اللي فوق ده كله طاير عن البادي بتاع العربيه، فشكله حلو جدا وانسيابي جدا. الكروم متوزع في العربيه بشكل شيك جدا. ونيجي للتحفه الفنيه اللي موجوده ورا، اللايت بار اللي موجود هنا، اللي مش عاملين لايت بار عادي كده خط اضاءه وخلاص، لا هنا مفننين فيه. عندك الاضاءه اللايت بار بيبدا من هنا مع شكل 3 دي موجود في الفانوس من جوه، مكمل معاك بخطوط وكلمه بيجين اللي منوره، ومكمله بنفس الشكل الناحيه الثانيه، شكلها حلو جدا مع شكل العربيه من ورا عموما والسحبه اللي موجوده في العربيه. العربيه عموما حجمها طويل جدا يعني تنفع 7 راكب، ولكن الميزه اللي هم عاملينها ل5 راكب بس. وشنطه العربيه حتى حجمها حلو جدا. المساحات هنا في العربيه تحفه، هنشوفها مع بعضينا واحده واحده. بس بدايه مع شنطه العربيه مساحتها كبيره جدا، فتكفي احتياجاتك وتكفي في السفر، سوبر ماركت، اي حاجه تخص العيله او تخص احتياجاتك ممكن تنقل عفش بيتك فيها، فهتبقى لذيذه قوي وما عندكش اي مشكله. فالعربيه مساحتها او شنطه العربيه كويسه جدا. وعندك اضاءه ورا، في اضاءه هنا، ودي الجزء اللي بتخبي فيه لو معاك اي حاجه عايز تخبيها، وموجود اضاءه وموجود كمان فتحه لل 12 فولت او كام فولت دي، 112 فولت هنا موجوده. فعندك كل حاجه انت محتاجها، ما عندكش اي مشكله في شنطه العربيه. وكمان بتفتح كهرباء، فانت كل التكنولوجيا وكل حاجه انت محتاجها موجوده هنا في العربيه، وفيها كاميرات 360 درجه. تعالى بقى بسرعه كده اوريك المساحات العملاقه اللي موجوده جوه واكلمك عنهم واحده واحده. تعالى بقى اوريك المساحات العملاقه اللي موجوده في العربيه من ورا كده بسرعه. طبعا اول حاجه هتلاحظها اول ما تركب العربيه دي الراحه بتاعت الكراسي اللي ورا. الكراسي مريحه جدا وناعمه جدا وطريه كده، تحسها لذيذه يعني. الكراسي جلد نابه، فده اللي بيديك الاحساس بتاع النعومه والجمال الموجود في العربيه. بص بقى اتفرج على المساحات، الكرسي ده مظبوط على قاعده الشخص اللي قدامي. كل المساحه بتاعت الليج روم دي موجوده عندك، المساحه بتاعت الهيد روم كبيره جدا. مساحات العربيه دي انا مش هتكلم عنها كتير لان المساحات بتاعتها كويسه جدا. وعندك فتحتين تكييف ورا، وفتحه يو اس بي، وفتحه 12 فولت. والمنطقه دي كده عشان لو عايز تحط اي حاجه او تخزن اي حاجه هنا. فمساحه العربيه من ورا عموما لذيذه جدا، القعده ورا لذيذه جدا، مفيش اي حاجه ناقصها في القعده ورا. والخامات طبعا كلها هنا بريميوم، مفيش اي مشكله عندك في الخامات. الخامات حتى اللي موجوده هنا في معظم العربيات الحته دي بتبقى بلاستيك، هنا كمان جلد. ودي الكروم اللي موجود مع البيانو بلاك مع الجلد اللي موجود هنا. تصاميم حلوه جدا ومفيش اي مشكله في العربيه. حتى هنا
عندك اضاءه بسيطه كده بتدي شكل حلو بالليل، فالقعده ورا حلوه جدا ولذيذه جدا. وتعالى قبل ما نطلع على الطريق عايز اوريك القعده قدام عامله ازاي والراحه بتاعت قدام عامله ازاي. طبعا انا مظبط الكراسي هنا على القعده المريحه اللي انت شايفها دي، بس انا اوريك بس حاجه. انت تقدر تظبط الكرسي بتاعك بحيث انه يبقى شезлونج كامل، تبقى قاعد مرتاح جدا في الطريق، وعندك تبريد وتسخين ومساج، فانت قاعد في الكرسي دوت مفيش اي حاجه ناقصاك. تقعد تحط بقى لو عندك شغل عايز تريح شويه في الطريق، عايز اي حاجه، كل وسائل الراحه متاحه عندك في الكرسي هنا. وعندك الشاشه الثالثه دي، الشاشه دي منفصله تقدر تتحكم فيها في كل حاجه. يعني وضعيه الكرسي اللي انا فيها هنا ممكن ترجعه بقى كرسي عادي جدا، انت بتظبط تعملها ميموري، عندك 3 ميموري وعندك 3 وضعيات للمساج بتاعك، وتقدر كمان تتحكم في القوه بتاعه المساج اللي انت محتاجها. وعندك كمان تحكم كامل في تكييف العربيه، وفي كمان الاختصارات اللي موجوده في العربيه. عندك شاشتين هنا، الشاشه دي غالبا 7 بوصه ودي 5 بوصه، الجمع بتاعهم 13.2 بوصه. وعندك شاشه هنا كمان 5 بوصه. عندك 3 شاشات في العربيه، الكواليتي بتاعتهم حلوه جدا، تقدر تتحكم في كل حاجه، والتحكم بتاعهم سلس وسهل. بكل حاجه انت محتاجها في العربيه بدوسه واحده بتوصل لها. يلا بينا بقى نطلع نشوف العربيه على الطريق هتعمل معانا ايه وظروفها ايه. احنا بنجرب العربيه دي بقالنا 7 ايام، فالانطباع العموما بتاع العربيه وسواقه العربيه، موتور العربيه حاضر جدا، ما عندكش اي مشكله معاه. لما بتغير مود العربيه على الايكو بيديك فعلا التوفير في العربيه، بيديك الهدوء في التوفير بتاع البنزين والراحه بتاعه الموتور والكلام ده كله. فانت عندك استهلاك البنزين في العربيه كويس جدا، بيلعب معاك من 7 ل 9 لتر كل 100 كيلو. العزل بتاع العربيه كويس جدا على الطريق، على السرعات العاليه بس بيبدا تسمع صوت الارض، لو ارض خشنه او فيها حاجه بيبدا الصوت بتاع الارض يطلع لك جوه الكابينه. بس الحاجه اللي هتلاحظها طبعا هي سواقه العربيه السلسه جدا. اول ما تركب العربيه دي، العربيه سواقتها سلسه جدا، الكراسي مريحه جدا، العربيه بتعمل لك كل حاجه عشان تديك احساس الراحه بتاع العربيه دي. عندك شاشه هنا بتقدر تتحكم في كل حاجه زي ما وريتها لكم، تقدر تشغل المساج وانت ماشي، عندك تشغل التبريد بتاعك، التسخين في الشتاء، عندك كذا حاجه تقدر تعملها في العربيه عشان توصلك احساس الراحه الكامل اللي انت محتاجه. والرؤيه بتاعت العربيه او زوايا الرؤيه بتاعت العربيه كويسه جدا، انت تحس ان العربيه الشمس داخلك من كل حته. بص انا مش فاتح كل حاجه داخله لك، ولكن في نفس الوقت ما بتديش الحراره القويه جوه العربيه، ما بتدخلكش الشمس جوه العربيه بطريقه مباشره. وبالفاميل اللي موجود ورا بيساعدك ان هو يقلل الشمس اللي داخله جوه العربيه. والتهويه بتاعت العربيات كويسه جدا، وكمان التكييف، يعني لما كنت بسيبها في الشمس مركونه كتير واول ما اركب اشغل التكييف تحفه. وغير كده انت عندك اصلا اوبشن ان انت تشغل التكييف او تشغل العربيه عن بعد، يعني ممكن قبل ما تركب العربيه ب 10 دقائق تشغل التكييف بالريموت، تفضل شغال يهوي لك العربيه، يخلي لك حرارتها كويسه جدا، وتركب مش هتحس خالص بحراره الصيف. واخيرا بالنسبه لوسائل الامان بقى بتاعت العربيه، وسائل الامان هنا متعدده جدا. بالنسبه لاعلى فئه كمان انت عندك كل وسائل الامان اللي محتاجها اللي موجوده في العربيه عادي موجوده، زي الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي والتراكشن كنترول والادابتيف كنترول، وكل حاجه انت محتاجها في وسائل امان موجوده في العربيه. والتحذير من التصادم الامامي والتحذير من التصادم الخلفي، والخروج من الركنه ودخول الركنه، العربيه فيها ركن ذاتي، والبلايند سبوت، والتحذير من الخروج من المسار. فيها كل حاجه تقدر تشغلها في العربيه وتقدر تخليك تساعدك في سواقه العربيه وتمنعك من حدوث حوادث لا قدر الله. فمجمل امكانيات العربيه لذيذه جدا، مجمل السواقه لذيذ جدا، العربيه على الطريق لذيذه، شكلها حلو على الطريق، الاضاءه بتاعتها من بره شكلها حلو جدا. فالعربيه عموما على الطريق هتريحك وهتبقى مبسوط وانت سايق العربيه كل يوم. وبكده اكون قلت لك باختصار كل حاجه انت محتاج تعرفها عن العربيه وكل التفاصيل بتاعتها وكل الدلع اللي موجود فيها بالنسبه للعربيه بالسعر ده وبالفئه دي. العربيه موجوده ب3 فئات، تبدا من 1,380,000 جنيه، 1,455 و1,530,000 جنيه. فانا شايف سعر مناسب جدا بالنسبه للامكانيات اللي فيها والدلع اللي موجود في العربيه والخامات اللي مش موجوده في الفئه دي، او قليل قوي لما تلاقي فئه دي موجود فيها الخامات دي كلها. عربيه عائليه لذيذه جدا بسعر لذيذ. وما تنساش تعملي سبسكرايب وتعمل لايك وشير الفيديو وتقول لي رايك وتقول لي العربيه الثانيه اللي مستنيها ايه هي.